مدينة الحسيمة وضواحيها وهي تودع أحد أبنائها محسن فكري الذي فارق الحياة مساء أول أمس الجمعة في حادث مفجع. لا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابساته. جنازة مهيبة حضرها أفراد عائلة الفقيد وأصدقاؤه وجمع حاشد من أبناء المنطقة انطلقت من مدينة الحسيمة نحو مدينة إمزور حيث أقيمت صلاة الجنازة بمسجد الإمام مالك. لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كانت صدمة كبيرة سواء للعائلة أو للجيران وكل الناس اللي كيعرفوه من بعيد أو قريب. احنا جاءنا اطمئنان من السيد وزير الداخلية على أن التحقيق يتخذ المجرى ديالو في الحادثة الأليمة، ويكون داكشي إن شاء الله الرحمن الرحيم غيتحاسب أي مسؤول الذي تلطخت يده في هذه الحادثة. الشاب كان شاب مكافح مناضل مكافح، وكان خدام على والديه وكان تيكافح من أجل والديه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره الجزاء الأجر الوفير. خصال الفقيد ودماثة أخلاقه جعلت الصغير قبل الكبير من ساكنة مدينتي الحسيمة وإمزور وكذا ضواحيهما يشاركون في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقبرة إفديس بدوار شطرين حيث جرت مراسم الدفن، لتبقى مسؤولية هذا الحادث المحزن رهينة البحث الذي يجري من أجل ضمان التطبيق الصارم للقانون في حق كل من ثبت تورطه. رحم الله الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه